صنع في مصر مش مجرد جملة ولا هاشتاج بنستخدمه في بوست على الفيسبوك. صنع في مصر تاريخ طويل قوي من عظمة عملها مصريين، من خامات وإنتاج مصري 100%. علشان كده تعالوا نشوف النهاردة مجموعة من صنايعية مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب من الآخر ورحب بكم، أنا مروة خالد ويلا نبدأ. من المقدمة أعتقد فهمتوا إن احنا النهاردة هنتكلم عن كتاب صناعية مصر الجزء الثاني لعمر طاهر. معلش بقى هفضل ماسكالكم الكتاب عشان فيه صرف بقى وكتاب وكواليتي جامده وكده، فاستحملوا بقى الحلقه كلها وانا ماسكه الكتاب كده. يمكن انا بقالي فتره مهتمه اكتر ان انا اعرف عن زمان، فتره انا ما عشتهاش بس كان ليها اثر كبير جدا في اهلنا وفي تاريخ مصر. عشان كده شفت ان ده الوقت المناسب ان انا احكي معاكم الكتاب ده. واول قصه معانا هي قصه صنايع التكييف ومبردات كولدير محمود سعد الدين الطاهري. وفي بدايه القصه عندنا سؤال: ازاي تم تجاهل اسم المهندس الطاهري مؤسس صناعة التكييف في مصر، واللي أنشأ أول مصنع للمبردات والتبريد اللي اتعرف باسم كولدير أو شركة النصر للهندسة والتبريد؟ وعلشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف قصته من الأول. والقصة بدأت لما قرر محمود سعد الدين الطاهري إن هو يسافر إنجلترا ويرجع بشهادة في هندسة الميكانيكا من جامعة نيوكاسل. ولما رجع مصر اشتغل في شركة كانت بتسوق منتجات كارير. وبعد ما اتعلم وخد خبرة قرر ان هو هيسافر امريكا، وهو هناك بعت جواب لاسرته. الجواب كان من جملتين: جملة فيها بيسلم عليهم وبيطمن عليهم، وجملة تانية بيقول لهم فيها ان هو اشترى المعدات لانشاء اول مصنع ليه في مصر. وفعلا بدأ الشغل في ورشة صغيرة في منطقة رملة بولاق، وبعد كده ليه ارض في جزيرة الدهب وبقت هي مقر مصنع كولدير. مصنع بدأ فيها يصنع ثلاجات تبريد ضخمة لمحلات البقالة، وبعد كده الثلاجات بتاعت الموانئ، وكمان بدأ في إنتاج المراوح. وبصراحة كان محقق نجاح لحد هنا كبير جدا، بس كانت فيه فكرة شغلة دماغه، وهو إن هو عايز يصنع التكييف. بس ما كانش مجرد تصنيع بس، لا، تصنيع بالاعتماد على خامات مصرية 100%، وكمان إن هو يفتح سوق لنفسه في الدول العربية. وبدأ في ده فعلا لما أسند إليه تكييف قاعة سينما مترو، وفعلا نجح في ده، وأصبحت سينما مترو أول قاعة سينما في مصر مكتوب عليها مكيفة الهواء، وده كان بفضل الطاهري. وبعد كده تولى الطاهري تبريد فندق هيلتون، وأصبح هو الجهة المعتمدة في مصر لتبريد الفنادق ودور العرض. وكان بيطلب برضه في الدول العربية زي ما حلم وخطط، واتحط في منافسة جديدة مع شركة كارير العالمية لتكييف أحد المطارات في السعودية، وانتهت المنافسة لصالح كولدير. وطبعا أغلب المنشآت والفنادق في مصر تم تكييفها بواسطة الطاهري، لكن الطاهري ما اكتفاش بكده وبدأ يشق طريقه في التكييف المنزلي. وقتها حجم التكييف كان كبير زي الدولاب كده، لكن الطاهري كان عايز ينفذه بحجم أقل، فقرر يفضل في ورشة المصنع ونقل إقامته فيه لحد ما في نهاية 1956 ظهر في الأسواق تكييف شباك كولدير. الطاهري بجانب ده كان عضو في جمعية مهندسي التبريد والتكييف الأمريكية، وسجل أكتر من 6 ابتكارات في مجال تطوير التكييف، واشترت منه كمان شركة أمريكية فكرة تطوير عمل المبردات. الطاهري كان بيشتغل يوميا لمدة 18 ساعة، مش احنا نشتغل ساعتين ونقول تعبت، لا، أنا هريح وأبدأ من تاني جامد قوي قوي. أنا مش بقرر عليه والله، أنا بحسد بس بصراحة. المهم، أغلب دول العالم كانت بتحتفي وبتقدر الطاهري جدا جدا، وكان بيتلقى دعوات من أغلب دول العالم. وفي يوم الطاهري كان قاعد بيفطر عادي جدا زي أي يوم، وقرر يفتح الجرايد عادي جدا، لكنه قرأ خبر مش عادي خالص، لأنه قرأ خبر تأميم شركته. ولما اتصل بشركته عرف إن مندوب التأميم وصلوا وطلعوا مكتبه، اتقال له إن الأفضل ما يجيش في لحظة زي دي، وإن الأحسن ينتظر في بيته. معلش، هو لو مكان الراجل ده بجد هنجلط في مكاني. ايه ده؟ بس بعد شهر اتصلوا بيه بيعرضوا عليه منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركته. يعني تبقى شركته وبعد كده تعينوه في منصب فيها؟ كبابرة. اللي فهم هو وقتها ان هم حاولوا يديروا المصنع لكن فشلوا، فاضطروا ان هم يلجأوا اليه. ولما سألهم عن حقوق العمال عرف ان هم هيبقى ليهم اسهم في الشركة مش مجرد عمال وبس، فتقبل ده بصدر رحب وقرر ان هو يقبل المنصب. وفضل الطاهري في موقعه ده لمدة 5 سنين. وفي البداية الدنيا كانت حلوة ومبشرة جدا، لكن بمرور الوقت بدأت تظهر الأعراض الجانبية لقرار التأميم، لأن الطاهري كان معتمد في صناعته على الإنتاج المحلي، يعني كل جزء من إنتاجه يكون مصري. وفعلا كان ناجح في ده، لكن كان فيه تفصيلة صغيرة وهي الكمبريسور، قلب التكييف. لو قدر إن هو يصنعه محليا هيقل سعر التكييف جدا، وهيبقى صعب على أي شركة إن هي تنافس شركته. خطوة زي دي كان قريب منها جدا، لكن للأسف أفسدتها البيروقراطية، يعني زي اللجان وجلسات الاستجواب. وراحت للأسف فكرة الطاهري، لأن مع تضييع الوقت والأوراق والبيروقراطية ظهر الفساد، لأن كانت من مصلحة بعض القادات وقتها استيراد الخامات من بره، لأن ده هيوفر ليهم العملات وتزيد نسبته. وللأسف انتقل مشروع الطاهري من تصنيع لورشة تجميع وتركيب. 5 سنين اجتهد فيهم وتعب الطاهري،
كان بيلاقي ابنه وبنته بيكبروا، وللأسف الوضع كان بيسوء أكتر، فقرر ينقذ ما يمكن إنقاذه ويسافر بيهم من غير ولا مليم، لأن في الوقت ده كان في قانون بيمنع السفر بأكتر من $100. فسافر لبنان كمحطة أولية، وبعدها جهز ورقه للسفر لأمريكا. وفي أمريكا اشتغل في المصنع اللي اشترى من الطاهري زمان أحد ابتكاراته في التبريد. وفي 67 استقرت الأسرة في أمريكا. في الأوقات دي مصر كانت في أيام النكسة. حياة الطاهري في أمريكا كانت معتمدة بشكل أساسي على الأساسيات وبس، وودعوا الرفاهيات تماما، حتى إن ابنه الصغير كان بيشتغل كده في نهاية الأسبوع إن هو يوزع جرايد، وكان والده بيشجعه جدا إن دي حاجة هتساعده إن هو يتمتع ببعض الامتيازات أو ببعض الرفاهيات الزيادة. وفي 1973 توفى محمود سعد الدين الطاهري متأثرا بالإصابة بسرطان الرئة، وجه جثمانه مصر وتم تشييعه، وخرج كل عمال المصنع وراه، واتقفل المصنع في اليوم ده. وهنا خلصت قصة محمود سعد الدين الطاهري. قبل ما أكمل وندخل في قصة تانية، أنا بشوف إن ميزة الكتاب ده إنه إدى حق الناس أبسط حق من حقوقها إن الناس تعرفها وتعرف قصتها، لأن هما كان مرتبط اسمهم باسم المنتج المصري. كان كل هدفهم وغايتهم إن المنتجات تبقى 100% صناعة مصرية. يمكن أنا وإنتوا معشناش في الزمن ده وتقريبا ما نعرفش عنه أي حاجة، لكن إحساسي وأنا بقرأ الكتاب ده كان إحساس مختلف تماما، واتأثرت بيه فعلا. اتأثرت بقصص كل الناس اللي كانت في الكتاب ده. يمكن الكتاب هيكون ذكريات فعلا قوية لأهالينا. في الفترة دي كان حدث إن طفل صغير خلاص أخيرا هيشتري الكوتشي، كانت أروش حاجة في الفترة دي تقريبا. يعني فرحة الطفل من أول ما يجي مكالمة من محل الأحذية ويقول لهم خلاص أخيرا توافر مقاسه، ولا فرحته وهو بيقيسه، أو هو ماشي بيه على الأرض بكل ثقة وبيتقال له جملة مبروك على الأرض، رغم إني مش فاهمة الجملة دي ولا مقتنعة بيها، بس قشطة يعني عادي. طبعا أنا وأنت مستغربين من حاجة زي دي، يعني الكوتشي ده حاجة عادية بالنسبة لنا، لكن لو عايز تعرف ليه الكوتشي في الفترة دي كان حاجة روشة وجامدة جدا، واللي كان بيشتري الكوتشي يقول أنا به ابن به، تعالوا نعرف القصة من الأول، لأن هحكي لكم قصة محمد غانم. محمد غانم كان من أوائل دفعته سنة 1944، كان أمهر ضباط سلاح المدفعية. ده كمان هو كان من مؤسسين لفكرة إنشاء مدرسة عسكرية ثانوية، وعنده تاريخ طويل في العمل الفدائي سواء في حرب فلسطين أو في العدوان الثلاثي. في نفس الوقت كان أديب، واتنشر ليه قصص كتير جدا في مجلة الرسالة. لا ومش بس كده، ده كان الجناح الأيسر في فريق الهوكي في النادي الأهلي. إيه يا اسطى انت مهكر العالم، مدمن نجاحات قوي. بهزر طبعا. وفي نهاية الخمسينات اقترح على عبد الناصر إنشاء شركة النصر للتصدير والاستيراد، وكان هدفه من الشركة دي إن هي تخدم الاقتصاد المصري وتساعد على تقديم مصر قدام دول العالم. طبعا دلوقتي عايزين نعرف ايه علاقة ده بالكوتشي. جاية في الكلام، اصبروا اسمعوا القصة. وفعلا اتعملت الشركة وتأسس فريق قوي يدرس السوق ويدرس احتياجات كل دولة نقدر نصدر لها ايه. دماغهم حلوة. صدرت الشركة كل حاجة، مبيدات وسماد، معدات، أوناش، غزل ونسيج، معدة صرف صحي، كل حاجة. ده حتى الأعشاب البحرية اللي كانت موجودة في بورسعيد واللي كان المسؤولين عايزين يتخلصوا منها بأي شكل، تم جمعها وتصديرها لليابان. بقول لكم دماغهم حلوة. في بداية الستينات كان وقت تحرر الدول الأفريقية، شاف غانم إن ده الوقت المناسب لفتح سوق لمصر هناك، رغم إنها كانت مهمة صعبة جدا إلا إنه نجح في ده. بقى فيه 25 فرع للشركة في أفريقيا. في النيجر كان أعلى مبنى هناك هو مبنى شركة النصر، كانوا بيعتبروه مكان سياحي عندهم، لدرجة ان هما كانوا بيقولوا ان هو هرم رابع مصر بنته عندهم. حتى عبد الناصر قرر ان هو يعين غانم سفير هناك، لكنه رفض لانه شاف ان ده هيعرقل تقدمه في افريقيا. كان بيبحث عن كل الطرق عشان يغزو افريقيا بالمنتجات المصرية، وفعلا مصر توغلت كصديق للدول الافريقية، وده اللي خلى غانم يلاحظ ان في جهود بتتعمل علشان تبعد مصر عن افريقيا، وبدأ الضغط على الكنيسة الحبشية علشان تنفصل عن الكنيسة المصرية، واللي كان ورا ده طبعا مين؟ اسرائيل. شركة النصر كبرت وبقى ليها أكتر من 49 فرع في مصر وبره مصر، وليها كمان 13 باخرة. الدنيا كانت تمام لحد ما طلع خبر بيقول قرر الرئيس السادات قبول استقالة محمد غانم، الاستقالة اللي أصلا محمد غانم ما قدمهاش، بس محمد غانم تقبل القرار ده جدا. اللي زعله بس إن طلع قرار لكل عمال الشركة بحظر التعامل مع محمد غانم، بس ده خلاه إن هو يقرر إنه هيبدأ من جديد، وسافر الكويت. ولما رجع من الكويت قرر ان هو يفتح مكتب استشاري لدعم المشروعات الصغيرة عشان يرجع لمشروعه القديم او موضوعه القديم وهو صناعة النجاح. وهناك زاروا مهندس كان لسه راجع من امريكا، كان مفتون بفكرة الاحذية الرياضية اللي في الوقت ده كانت بتيجي مستوردة مع المصريين اللي راجعين من الخليج. وبعد دراسة وتخطيط
أقنع عدد من المشاركين في الفكرة ضم شركات وتجار، ده علشان يمنع أي منافسة ممكن تحصل بعد كده. المصنع اللي أسسه غانم كان من أوائل المصانع اللي اتعملت في منطقة العاشر من رمضان. كانت المنطقة دي ظروفها صعبة جدا، يعني لا في مية ولا في تليفونات، لدرجة إن العمال كانوا بيروحوا معاهم جراكن المية وكانوا بيتواصلوا مع الإدارة في القاهرة بالبريد. ده حتى ساعات العمل كانت بتمتد للساعة 10 مع وجود غانم نفسه، لأنه كان عايز يوصل بأعلى جودة ممكنة وبأكتر سعر منافس. ولما وصل للجودة اللي هو عايزها اتفق مع طارق نور لمسؤولية الدعاية والإعلان. المبيعات كانت أكتر حاجة لطلاب المدارس، واللي اهتم بيهم غانم أكتر لأن صنع قلم البيك اللي هو كان منافس للقلم الفرنساوي في الوقت ده. نجاح شركة كوتشي كان عالي جدا في الوقت ده، وده اللي خلى غانم يسيب المشروع. طبعا هتستغرب، يسيب المشروع في النجاح ده؟ يسيبه لأن هو كان عايز يفتش عن مشروع جديد ويصنع نجاحه. هي وظيفته الأساسية صناعة النجاح. وبعد ما غانم ساب المشروع بدأ الاستيراد يزداد، وهنا ظهر منافس في السوق لشركة كوتشي وهي شركة لوتو وشركة أديداس. وهنا غانم قرر إن هو يرجع تاني وهيدعم مشروعه من جديد. شركة كوتشي كان ليها الصدارة، حتى اسم كوتشي بقى هو الاسم الشعبي للحذاء، يعني مهما اختلفت الماركة بقى هو يتقال عليه كوتشي وبس. حتى الموديل اللي أشرف عليه غانم اللي هو كان موديل 88 هو كان الأكثر مبيعا إلى الآن، يعني ده هو الحاجة الوحيدة اللي بتتباع للشركة دي. المنتج اللي قدمه غانم قدر إن هو يتغلغل في المجتمع المصري، انتشر جدا من طلاب المدارس اللي ريح أهلهم من عبء تصليح الحذاء كل شوية أو تلميعه، ده اللي كان بيحتاجه الحذاء الأسود الجلد. بعد كده دخل الكوتشي عالم الكبار لأنه كان مريح، ده كمان فتح الفرصة للبنطلونات الجينز. لكن للأسف نجاح شركة كوتشي تراجع جدا مع موت غانم، وتراكمت على الشركة الديون وأخدتها أحد البنوك، وإنتاج الشركة خف جدا إلا على موديل 88. أنا بشوف إن شخصية زي غانم دي بصراحة شخصية عبقرية، يعني يستحق لقب صانع نجاح. يعني لو في اتنين من عقليته في الوقت الحالي أعتقد هيعملوا فرق كبير. بصراحة قصص الكتاب كلها ملهمة، لكن أنا بنقي قصص بس عشان ما اطولش معاكم مدة الحلقة. يعني لو فضلنا ماشيين بنفس السيكونس بتاع الكتاب هيبقى فيه قصة صنايعي الشيبسي. بصراحة قصة أنا بحبها جدا ونفسي أحكيها، بس هي طويلة سيكا. لو عملت حلقة جزء تاني من الحلقة دي ممكن أبقى أحكيها. المهم أحكي معاكم دلوقتي قصة صغيرة أنا عن نفسي اتفاجئت بيها. القصة دي بتقول إن في مشروبات زي الكينا وبيرا ستيل، المشروبات دي بقى كانت بتتباع عادي جدا وفي البقالة، والناس بتتعامل معاها عادي جدا، وبيتعاملوا معاها على إنها مشروبات منعشة ملهاش أي علاقة بالخمور. ده كمان كان ليهم إعلانات في الصحف والتلفزيون، وكانوا عاملين إعلان بشخصيات كرتونية اللي هو اللي هو لو فتحت صور عائلية زمان هتلاقي الستات قاعدين وقدامهم ازايز بيرة ستيلا عادي جدا. لحد ما ظهر اصوات ان المشروبات دي لازم يتشاف لها حل وتنضم لمجموعة الخمور وتتمنع. الهجوم كان قوي جدا، حتى ان شركة كينا كانت عايزة تلطف الجو شوية، ده حتى ان هي كانت بتنزل اعلاناتها في الجرايد بتهنئ فيها الامة الاسلامية برأس السنة الهجرية او مولد النبي. عارفة لما ماشيين بمبدأ الشنطة دي فيها كتاب دين. لكن الهجوم ده برضو مسكتش وما كانش معاهم الكلام ده، لحد ما طلعت فتوى من الازهر بتحرم فيها شرب الكينا، وانتهت صناعة الكينا هنا في الوقت ده واتقفل المصنع وانتهت سيرتها خالص. لكن بيرا ستيلا ما واجهتش نفس الموضوع ده. ليه؟ لان هي كانت مشروب شعبي وبينتجه الحكومة، لكن في فترة 1976 طلع قرار بمنع شرب الخمور، ودخلت البيرة في الممنوعات دي، واتمنع تقديم كل المشروبات دي في اي منشآت عامة مع استثناء بعض الفنادق السياحية، واتحظر الاعلانات عن كل المشروبات دي لان اي حد هيعلن هيتحبس 6 شهور، واي حد هيتمسك سكران هيتحبس 6 شهور. نسيبنا بقى من كل الكلام استغفر الله العظيم ده، وتعالوا ندخل على العربيات. تفتكروا ايه دور العربيات في الحاجات التاريخية الحلوة دي؟ في الخمسينات كانت نسبة العربيات في مصر قليلة جدا، يعني في احد الاحصائيات كانت نسبة العربيات عربية لكل 275 شخص. طبعا كانت نسبة قليلة جدا بالمقارنة بأي دولة وقتها، ووقتها الحكومة شافت ان رقم زي ده إهانة ولازم يكون فيه عربية شعبية مصرية. وفعلا بدأ المهندس جورج حاوي والضابط عصام أبو العلا في إنتاج عربية صغيرة كده، وفعلا كونت شركة خاصة اتخصص لها موقع على طريق مصر اسكندرية الصحراوي. ومن الحماس بقى وقتها الهيئة العامة للتصنيع عملت مسابقة 100 جنيه هدية اللي هيلاقي اسم العربية دي ويكون اسم صغير من كلمة واحدة، لكن مش عارفين بصراحة مين ابن المحظوظة اللي كسب 100 جنيه. المهم ان العربية اتسمت رمسيس واتعمل منها عدد قليل للتجربة. وفي سنة 1959 أعلنت وزارة الصناعة إن العربية رمسيس هتطوف في شوارع القاهرة، هتعمل جولة يعني. ده كمان انتشر إعلان في جريدة الأهرام بيقول خط سير العربية. بصراحة كان حدث جامد. استنوا ما أقولكم الخبر. قامت في منتصف ليلة أمس سيارتان من سيارة رمسيس الجديدة برحلة بدون توقف من القاهرة إلى الإسكندرية، ومنها إلى مرسى مطروح، ومن هناك إلى بني سويف،
مرورا بالقاهرة مرة أخرى، وكانت كل منهما تحمل 4 أفراد بكل مستلزماته، وضربت السيارة رقما قياسيا في السير بدون توقف مع تبديل السائقين. والله كبرتوا الموضوع يا شباب. المهم بعد اللفة دي كتب تقرير ان العربية فيها بعض الاخطاء وانها اتعطلت مرتين اثناء اللفة دي، فقرروا ان هم يعدلوا ويعملوا فيها شوية تعديلات. وبعد ما اتنفذت التعديلات فعلا عمل المصنع 100 عربية، وكان سعر العربية في الوقت ده 120 جنيه. وطبعا مش هقول لي في اللي هو خد يا ابني هات لي 3 4 عربيات يعني سعرها 120 جنيه، لان انا مش هقول كده، انا كحيان. انا كحيان. المهم يعني اول حد اشتراها كان الامير عبد الله الجابر الصباح. اما المصريين فتعاطفوا مع العربيه جدا وقالوا احنا لازم نشجع صناعه بلدنا. راحت فين الروح دي؟ راحت فين الروح دي يا مصريين؟ لكن بعد فتره بدات تظهر فيها مشكلات وقلت شعبيتها جدا لما ظهرت عربيات الفيات 1100 وغيرها، واتأممت الشركه مع شركه تانية لانتاج الدراجات والموتوسيكلات. يا فرحه انا تمت. يمكن في رحلتي مع الكتاب ده حسيت فعلا بجملة صنع في مصر، والله ما اوفر بس فعلا حسيت بالجملة دي ونفسي بجد اسمعها تاني وبقوة. يمكن عرفت ان احنا نقدر نصنع ونصنع منتج قايم على كل حاجة تكون مصرية 100%. تفتكروا ايه اللي معطلنا ان احنا نعمل حاجة زي دي؟ والله هو سؤال مناقشة يعني نعرف ممكن ايه السبب. المهم خلصت معايا رحلتكم في الكتاب ده الجزء ده دلوقتي، لكن ما تخافوش هنكمل الكتاب الحلقة التانية. والله لو جيت عندي شغف بقى مش عارفة يعني ممكن اكمل الحلقة التانية بقيه الكتاب. المهم دلوقتي هقدر اقول لكم استنوني في حلقه جديده من كتاب من الاخر، ويبقى شوفوا فيديوهاتي الصغيره بتاع الريفيوهات السريعه اللي بنزلها على شورتس وبنزلها ريلز. اعملوا لايك وشير، انا ما بطلبش منكم بتاع ده بس يلا اعملوها يعني. ودلوقتي اقول لكم سلام.